يا صباح الفل، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عايزه بقى ابدا اصدعكم كده وابقى ملتزمه كده في الفيديوهات اللي بنزلها. بصوا، عايزه احكي لكم على موقفين. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي ايمان عبد النبي، بعمل رحلات للاسر المصريه. هدفها حاجتين: اول حاجه ان احنا نعلم الولاد والكبار والصغيرين التاريخ بتاع بلدهم بمنتهى السلاسه والبساطه، والحاجه التانيه ان احنا نجمع الامهات، هم يتبسطوا والعيال يخرجوا ويتبسطوا. طيب، عايزه اقول ايه بقى في الفيديو ده؟ عايزه اقول على حاجه مهمه قوي، ناس كتير مش بتاخد بالها منها. انا من اول ما ببدا الرحله بسال الناس من واحنا في الباص: يا جماعه، حد عنده اي مشكله في موضوع التصوير؟ ففي ناس بتقول لي لا انا ما عنديش مشكله، بقول لهم طبعا انا هستخدمها مثلا في السوشيال ميديا او كده. وفي ناس بتقول لي ايه، لا انا عندي مشكله في التصوير. فيا اما بقول لهم يا جماعه انا هصور صوره جماعيه، خليكم كده على الطرف عشان نعمل لكم كروب، او بيخرجوا من الصوره وبنصور الصوره مرتين. طيب، الفيديو جاي يقول ايه؟ الفيديو جاي يقول ان ما ينفعش ان احنا ننزل صور حد من غير استئذان. بمعنى، احنا دلوقتي في الشغل وهنصور صورة جماعية، فاحنا بنصور يا جماعة الصور دي احنا ممكن ننزلها على السوشيال ميديا بأي هدف بقى. الهدف بقى ان احنا بنعمل ماركتينج عادي، منزلينها فور فن. فالناس اللي عندها مشاكل يا جماعة ايه، زي ما قلت كده، هنعمل لهم كروب او وات ايفر. ففي ناس بتبقى عارفة ان الناس اللي حواليها ما عندهاش مشكلة، بس ناس ما نعرفهمش لا، انا هقول ان احنا هنعمل شيرنج للصور. انا تعرضت لموقفين في موضوع الرحلات بتاعتي. كنت مره رايحه القصر بتاع البرنس محمد علي اللي في المانيال، هنعمل له رحله ان شاء الله باذن الله. فدخلت التويلت لقيته حاجه كده فله بتبرق. فصورت الحمام من كتر ما هو كان حلو، علشان انا بنزل للناس يا جماعه الخدمات اللي موجوده في المكان: واحد اتنين تلاته، لو معانا اطفال ناخد بالنا من كذا، في تويلتس ما فيش تويلتس، نظيفه مش نظيفه، بحيث ان الناس ايه، تبقى عارفه احنا داخلين على ايه يعني. فالمهم، شفت مين اللي بينظف يعني الحمامات وكده، قلت لها هو انا ممكن اصورك؟ فانا قلت بقى اصورها وابسطها وانزل بوست واعمل لها فيه منشن ان قد ايه هي قايمه بدورها ومش عارفه ايه. فلقيت البنت بمنتهى الذوق والادب بصراحه بتعتذر لي وقالت لي معلش انا اسفه جدا، انا بدرس في معهد ومفيش حد يعرف ان انا يعني بعمل الشغلانه دي، فانا خايفه بصراحه حد يشوفها، ده هيكون فيه احراج ليا عشان انا بكمل المصاريف بتاعه الكليه بتاعتي بس. and that's it. فنزلت الصورة بس من غير أي منشن، من غير أي حاجة، ولا صورة البنت ولا أي حاجة، إن أنا بأثني فيه على نظافة الحمام. دي الحاجة الأولانية. الموقف التاني كان حاجة بقى كانت كريتيكال قوي يعني، إن كان في حد معانا في الرحلة. بعد ما صورت وكل حاجة، كنت ساعتها بصراحة لسه مش ملتفتة لحتة ان انا اسأل قوي يعني. فلقيتها بعد الرحلة، بعد ما اتصورنا، قالت لي ايمان من فضلك بلاش الصورة اللي انا فيها تنزل، لان انا عندي مشكلة كبيرة جدا مع طليقي، وان هو بيدور عليا اصلا، فانا مش عايزاه يشوفها بالصدفة او اي حاجة. فلو انا كنت عملت شيرنج للصورة دي من غير ما هي تقول لي، كانت هتحصل لها كارثة في حياتها. فموضوع الصور طبعا دلوقتي بيتشير كتير جدا، الناس مش بتهتم مش بتهتم، مش بتاخد بالها، او مش بتلتفت لتفصيلة زي دي. فصور الناس اللي معانا يا جماعة أمانة. في حاجة كمان بتحصل: ممكن مثلا واحدة تكون اتصورت معانا وبعد فترة ربنا كرمها بالحجاب، فأنا مشيرة الصورة وسايباها، فهي مثلا مش حابة حاجة زي كده. فممكن بعد كده لو أنا خدت بالي من حاجة زي كده، إن واحدة ما كانتش محجبة وبقت محجبة، ممكن أشيل الصورة، ممكن أشطب عليها أي حاجة، إن مثلا أنا داريها لو ما فيش لينا علاقة ببعض مثلا. ففي حاجات زي كده كتير. مثلا الناس تيجي تقول لك مثلا احنا كنا مع بعض في السبعينات والثمانينات مثلا في الكليه، ومنزلين صوره مثلا للكليه كلها او للدفعه كلها، ممكن تبقى مش لابسه حاجه مناسبه، ممكن اي حاجه يا جماعه. فاحنا بس نعرف اللي حوالينا ان احنا نعمل شيرنج للصور. والحاجه التانية: صور الناس اللي معانا امانه، فلو هم مش بيسمحوا بده ناخد بالنا من التفصيله دي. انا هستناكم ان شاء الله في رحلاتي. عاملين موسم باذن الله، باذن الله يكون كويس قوي في الرحلات. على صفحه الرحله تحلى، تنوروني في اي وقت، تعالوا تعرفوا على ناس جديده، قدموا تجارب لاولادكم جديده، ابعدوهم عن الموبايلات، استثمروا الوقت ده في حاجه مفيده تنفعهم في دراستهم وفي حياتهم عموما. السلام عليكم.